بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في رواية إن السيدة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان هي التي أمرت بقتل سيدنا حمزة، وعلى أساس كده قتله وحشي، ثم بقرت بطنه، فتحت بطنه وأكلت كبده فسميت بآكلة الأكبد. هذه الرواية خاطئة، ولم يثبت في رواية صحيحة أن السيدة هند بنت عتبة أمرت بقتل سيدنا حمزة وبقرت بطنه أو شقتها وأكلت كبده. لا يوجد رواية صحيحة واحدة، بل هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم. أما الرواية الصحيحة اللي هي وردت في البخاري في حديث 4072 أن الذي أمر بقتله هو جبير بن مطعم قبل إسلام، لأنه كان سيدنا